الخير، جمعة مباركة عليكم يا رب. صحيت النهارده الصبح بعد ما فطرنا. لا، انا علقت الاول على الفراخ عشان تتسلق وبعد كده فطرنا. وتعالوا دلوقتي بقى نكمل اكلة امبارح، البطاطس. انا ولعت عليها تغلي في الاول في النار عالية خالص، هوطي شوية وغطيت كده. ودلوقتي بقى هنزل بالبطاطس بتاعتي. وبحب اقلب البطاطس او اي طبيخ هطبخه في صلصه، بحب اقلب الاول شويه مع الصلصه، حلوه قوي قبل ما اضيف له الشوربه. اتعلمت الحركه دي من ماما. هضيف كده، بفضل اضيف بطاطس لحد ما احس ان هي بقت خلاص كده تمام على قد الصلصه بتاعتي، والباقي يتحمر يتسلق عادي يعني، مفيش حاجه بتترمي في المطبخ الحمد لله. الطبيخ بتاعي بعد ما اتقلب شويه في الصلصه حطيت له البهارات الموجودة في كل بيت، كزبرة وفلفل اسمر وحتة صغيرة جدا 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 كمون، واقلبها. وبعد كده هنزل دلوقتي بالشوربة. زودت البطاطس شوربة وهغطيها واسيبها بقى تستوي براحتها. كده اول حاجة خلصناها. هنا رصيت الفراخ كده في الصينية، حطيت عليها صلصة من فوق وتحت، نفس الصلصة اللي عاملينها للبطاطس، وعليها بهارات فراخ وفلفل اسمر وملح وحبة زيت، وادخلها في الفرن لحد ما تحمر. دلوقتي بقى هطبخ الملوخيه الخضراء اللي هي الويكه، حاطه لها نص معلقه ثوم وهنزل بالشوربه. بسم الله. اهو يا جماعه حطيت لها شوربه، وطبعا بعد ما بتتفرك لو احتاجت شوربه بنحط لها عادي. هغطيها واسيبها لحد ما تستوي. في الوقت ده بقى معايا فرح مواعين ورا، هروح اخلصه. ايه ده، خلصت الباميه خلاص. كمان البطاطس استوت كده. كده فاضل لي الرز وابقى خلاص خلصت كل حاجه. بصوا يا جماعه جمال الباميه، تحفه. عملت لهم رز بشعرية، تحفة تحفة تحفة. بصوا يا جماله يا جماله يا جماله. تعالوا اخدكم لفة كده عن انا عملت ايه. البطاطس المطبوخة هي الويكا القمر بتتقلب تبقى تحفة يا جماعة، بس هي ده الطبيعي بتاعها تمام. باقي الشوربة حطيتها في حلة اصغر. والرز فاضلة الفراخ بقى. واهو الفراخ لما طلعتها من الفرن. وبس يا جماعة، ده نهاية الفيديو بتاع النهاردة، وجمعة مباركة عليكم يا رب. نتقابل فيديو جديد ان شاء الله. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان نكبر مع بعض يا حبايبي. مع السلامة.